شؤون النادي. هطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هرجع اتواصل مع حضراتكم. خليني اقول لكم كده بعض الاخبار السريعه. مجلس اداره نادي الزمالك بيعتمد زياده المرتب بتاعت معتمد جمال. كابتن معتمد جمال بياخد 750,000 جنيه، بعد الضرايب هتبقى حوالي 500,000 جنيه. وبعدين اعتمد الزياده عشان تبدا من امتى؟ من دلوقتي. فيبقى 4 و5، الدوري يخلص شهر 5، يبقى هو هياخد شهرين بس بالمرتب الجديد. القديم بقى على الله حكايته، مش هنقوله بقى. سواء الراجل وصل الفرقه لسيمي فاينال الكونفدراليه الافريقيه ومتصدر جدول الدوري الممتاز. خد بالك احنا داخلين على جولات الدوري الممتاز اهو، بتاعت الدور الثاني. الجوله الاولى هتبدا من يوم الاحد، ماتش صعب جدا للزمالك. خد بالك الزمالك هيلاعب المصري، والزمالك طلب انه يبدر الماتش كان يوم 6، كان ميعاده يوم الاثنين. فالزمالك قال لك لو سمحتوا خلوني العب يوم الاحد عشان اما اسافر على روقان كده، عندي بلوزداد يوم 10، فاسافر كده على روقان والدنيا تبقى تمام. فخلوا الماتش يوم 5، بلوزداد يوم 11 بين ولا 12. بلوزداد ده يوم ايه؟ استنى، بلوزداد يوم 10 الماتش اللي هناك في الجزائر. فالمصري والزمالك في استاد برج العرب، ماتش صعب، اول جوله في مرحله الدور الثاني. خد بالك الزمالك متصدر الترتيب برصيد نقاط 43 نقطه، متساوي مع بيراميدز، الاثنين زي بعض 43 نقطه، والاهلي 40 نقطه. وزي ما انا قلت لكم اللي هيكسب الدوري اللي هو ايه؟ اللي يكسب الاثنين التانيين. يعني هتكسب الاهلي، هيكسب بيراميدز والزمالك خد الدوري، ويكسب باقي الماتشات طبعا. مش يكسب بيراميدز والزمالك مثلا ويخسر من سيراميكا والمصري ولا من سموحه ولا من انبي ولا لا. يعني لازم تكسب منافسينك مع باقي الفرق عشان خاطر تاخد الدوري. نفس الكلام ينطبق على الزمالك، عايز تاخد الدوري تكسب الاهلي وبيراميدز، عايز بيراميدز ياخد الدوري يكسب الاهلي والزمالك مع باقي الماتشات. لكن ما تقللش من باقي الماتشات. سيراميكا سيراميكا اطاح بالزمالك من الكاس. خد بالك المصري فريق قوي جدا، مش سهل ان تكسبه، ولا سموحه ولا انبي. يعني باقي الانديه حتى مش سهل ابدا ان انت تتعامل معاها، لان السبع انديه جامدين بصراحه. يعني وفروق النقاط بتقول كده. يعني الزمالك والاهلي، الزمالك وبيراميدز 43 نقطه، الاهلي 40، سيراميكا 38، المصري 32، سموحه 31، وانبي 30 نقطه. فالزمالك عنده ماتش يوم الاحد، الاهلي عنده سيراميكا يوم الثلاث ان شاء الله الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. لكن الجوله الاولى بيراميدز اوف، مش هيلعب الجوله الاولى، هو خرج من افريقيا لكن هو راحه في اول جوله، ويبتدي يظهر تاني في تاني جوله. برضه اول ماتش ليه هيكون النادي المصري. طيب خليني اقول لكم، كنت بقول لكم على مصطفى شوبير والعرض اللي جاي له من العروض اللي جاي له من اسبانيا وكل الكلام ده. زي ما قلت لكم قبل كده انه استاديو ديبورتيفو بتقول انه مصطفى شوبير على رادار اسبانيا وعلى رادار فالنسيا تحديدا. فالنسيا دي اللي اخدت مين؟ اليو ديانج خلاص ومضوه، وانه بعتوا ناس عشان تحلل اداء مصطفى شوبير عن قرب وجوه الاستاد في استاد اسبانيول الماتش اللي فات بتاع اسبانيا. وهم بيعتبروا ان دي صفقه رائعه جدا، مستوى عالي لحارس مرمى منتخب مصر، زائد كمان السعر مش هيبقى عالي عليهم في ظل سياسه التقشف اللي هم بيتبعوها. يعني ما يدفع مليون ولا 2 مليون، هم في دماغهم كده $1 مليون على اعتبار ان بقاله سنه في النادي الاهلي، هيبقى بالنسبه له صفقه رائعه جدا. لكن في نفس الوقت في الاهلي قالوا ان مصطفى شوبير لا مطروح للبيع ولا مطروح للاعاره. لما سمعوا هذا الكلام، طبعا مصطفى شوبير معاك بقى له 2 3 سنين، عقده بيقولوا بيخلص، مدوا العقد يا اهل الخير. هو عشان امام عاشور عمل مشكله والاهلي كان عايز يمدله برقم، وامام ما عجبوش، وادم وطني دخل وحصلت الخناقه دي، فقمت انت قافل العقود والتمديد، قلت مش هعمل لا كله لا.
فانت اديك قاعد استنيت مصطفى شوبير. امام عاشور ما فيش حد جاي له دلوقتي. مصطفى شوبير الانديه اللي عايزاه، ان الاهلي قال لك لا بعاره ولا بيع نهائي، والاهلي طبعا هيبدا يتفاوض معاه في نهايه هذا الموسم على امل ان يمد عقده 3 سنين وزي ما قلت لكم ارتكانا على ان مصطفى شوبير يعني راجل اهلاوي حتى النخاع. لكن الاهلي نفى وقال لك لا للبيع ولا ايه ولا للاعاره. هادي رياض ومروان عثمان الاثنين عندهم اصابه كده في التدريبات الاخيره. هادي رياض عنده شد بسيط في العضله الخلفيه، وترب ريحه ما زقوش ما لعبش بيه يعني في ماتش الشباب بتاع امبارح من وقت ما الفرقه رجعت للتدريبات يوم الجمعه. اما مروان عثمان فعنده كدمه خفيفه كده في الركبه وهيشارك في المران الجماعي يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. والاهلي بيستعد لمباراه سيراميكا زي ما قلت لكم يوم الثلاث المقبل. الكابتن محمود الخطيب بيجتمع مع شركه الخدمات، عندهم جمعيه عموميه فبيعتمد القوائم الماليه، وكمان بيدرس ان النادي يمتلك الحصه الكبرى باحدى شركات السياحه، والشركه حققت نجاحات وارباح متميزه خلال هذا العام، وخدماتها مش بس لفرق النادي الرياضيه داخل مصر ولكن كمان خارج مصر. وكل الخدمات اللي داخل الدوله بتساهم وتشارك فيها شركة الأهلي للخدمات. يعني مثلا أي حاجة خاصة بالأتوبيسات، كل الفرق بقى بتاعت الأهلي، الفنادق، الانتقالات، السفر بره مصر، السفر جوه مصر، أي حاجة، المية، الأكل، الشرب، أنت بتتكلم في مصاريف رهيبة جدا جدا. كل والاهلي بقى الراجل النادي بيلعب على كل البطولات. ده انا كل ما افتح موقع ولا تلفزيون ولا راديو ولا صفحه ولا سوشيال الاقي الاهلي كسبان بطوله. ده ايه ده؟ كل 5 دقايق بقى الاهلي بطل الطايره سيدات، الاهلي بطل الكاس سيدات الطايره، الاهلي بطل السله، الاهلي بطل الهاندبول رجال، الاهلي بطل الهاندبول ما اعرفش ايه يا عم. احنا بس عشان مركزين في الكوره. ده الاهلي واخد 3000 بطوله في باقي الرياضات كلها وكل الالعاب. ده اكتساح بجد. وكل ده على حساب الزمالك. يعني انا ما اعرفش بطل ايه طلع قصاده الزمالك. يعني ايه ده؟ اكتساح في كل الرياضات الاخرى بجد. يعني انا هجيب لكم كده بكره ولا بعده بقى رصد لكل البطولات اللي حققها الاهلي. ده الايام الاخيره دي، ما احنا في نهايه الموسم بقى، الموسم بيفنش في كل الالعاب. الدوري يخلص فيخش في الكاس يخلص يخش في السوبر، ما اعرفش بيفنشوا كل الموسم، يعني بطولات الموسم في الاسابيع دي. فالاهلي بيحتاج لتكاليف رهيبه جدا. دي من الشركات اللي بتدر دخل كبير للنادي الاهلي وبيعتمد على النادي الاهلي في كلام كبير. نصر عزام من غير ما يدرى بين قد ايه الاتحاد الافريقي ده مش سالك. نصر عزام اللي هو المحامي بتاع نادي الزمالك اللي شغال في القضايا الدوليه. نادي الزمالك جاي عليه غرامات ماليه من الاتحاد الافريقي، منها غرامه $300,000 في ماتش السوبر الافريقي اللي كان ضد الاهلي اللي كان في السعوديه لو تفتكروا. الزمالك كسبه بركلات الترجيح. سبحان الله، نفس الكيس بتاعت ماتش السنغال مع المغرب. الزمالك انسحب اعتراضا ورجع وانتهى الماتش بشكل طبيعي. والاتحاد الافريقي غرم الزمالك $300,000. قبل كده الوداد انسحب ورجع والاتحاد الافريقي غرمه $50,000. لكن السنغال لما انسحب ورجع الاتحاد الافريقي ادى البطوله للمغرب. والله دي جديده دي. والله. فنصر عزام بيقول لك يعني احنا $300,000 دي عقوبه ضخمه جدا. قبل كده حصل انسحاب للوداد في برضه نهائي دوري ابطال افريقيا، الغرامه كانت $50,000 بس. احنا رحنا المحكمه الرياضيه الشهر اللي فات وقلنا ان المباراه انتهت بصوره طبيعيه. احنا ما انسحبناش، المباراه انتهت بصوره طبيعيه وانتهت بقرار من الحكم، وادى امثله ان الانسحابات او المواقف المشابهه كانت الغرامه اقل، وبيطالب بان الغرامه تقل عن مبلغ 300 بالغاء العقوبه او تقل عن $300,000. وقال بالنظر ده اللي بيقول ده مين؟
نصر عزام للعقوبة. العقوبة كبيرة جدا وفي تخبط داخل الاتحاد الافريقي، وقال قررنا الاستئناف والتصعيد للمحكمة الرياضية، وقال ان الزمالك محتاج الفلوس ودي مبالغ كبيرة جدا جدا جدا. خد بالك الزمالك عليه كمان 200,000 دولار في الكونفدرالية. فاكرين الكونفدرالية لما نظموا وحصل هرجلة وزيطة وميطة والكلام ده برضو من سنتين كده، برضو ال 200,000 دولار. يعني الزمالك عليه بس الكاف 500,000 دولار. انا قلت سامسون ونضاي وجروس واللعيبة اللي لعب ده، طلع كمان الكاف الزمالك مديون له ب 500,000 دولار. والله يعني. منتخب مصر لأول مرة من سنة 2017 تصنيفه يبقى كده 29 على العالم. ال29 على العالم. احنا كنا في الثلاثينات والنص التاني من الثلاثينات كمان، لكن احنا دلوقتي ال29 على العالم مع هذا الجيل ومع الكابتن حسام حسن. بعد التصنيف اللي اعلن، التصنيف احنا خلصنا على اسبانيا بقى التاني، يعني كان اول لغايه ما لعبنا من يومين بقى التاني وفرنسا طلع مكانه. احنا دلوقتي في التصنيف احنا رقمنا 29. قبلنا الجزائر بمركز واحد هم 28 واحنا 29. قبلنا نيجيريا بمركزين 26 واحنا 29. المغرب طبعا في التصنيف الاولاني على مستوى افريقيا والثامن على العالم. ثم السنغال الثاني على افريقيا وال14 على العالم. نيجيريا الثالث على افريقيا وال26 على العالم. الجزائر الرابع على افريقيا وال28 على العالم. مصر الخامس على افريقيا وال29 على العالم. يجي بعدين بقى الكوت ديفوار وتونس والكاميرون والكونغو ومالي، ترتيبهم دول من 5 ل 10 على مستوى افريقيا. اما على مستوى العالم ال10 الاوائل، فرنسا رقم 1 طلع مركزين. اسبانيا رقم 2 نزل مركز. الارجنتين رقم 3 نزل مركز. انجلترا رقم 4 كان الرابع. البرتغال رقم 5 طلع مركز كان السادس. البرازيل رقم 6 كان الخامس نزل مركز. هولندا 7 ده مكانه. المغرب 8 ده مكانه. بلجيكا 9 صعد مركز كان العاشر. ثم ألمانيا في المركز العاشر كان ال11 وصعد مركز. دول ال10 الأوائل أو ترتيب ال10 الأوائل على مستوى التصنيف.